اهلا بيكم. في سؤال مهم قوي بيجيلي من كتير قوي من الازواج. الزوج عايز يدي لمراته قايمة المنقولات بتاعتها او يعرض عليها المنقولات، والزوجة رافضة تاخد المنقولات بتاعتها عشان هي عايزة تحبس الزوج، عايزة ترفع دعوى تبديد. بيسألوني نعمل ايه في الحالة دي؟ قدامك حاجة من اتنين. اول حاجة ان انت تعمل لها انذار بعرض المنقولات، انذار عرض المنقولات الزوجية على يد محضر، وتقول لها في اليوم الفلاني هسلمك المنقولات بتاعتك قدام الاسم. تنزل المنقولات على عربية نقل وتروح تسلمها المنقولات. ما استلمتش بتحط المنقولات في المكان اللي يختاروا الاسم على نفقتها الخاصة، وبتقول انها تاخد منقولاتها في اي وقت من غير اذن ولا شرط. انت كده بتبقى براءة وعملت اللي عليك. طيب الحالة التانية، رفعت الجنحة فعلا ورفعت دعوى تبديد، تروح قدام القاضي وتطلب من القاضي اجل لعرض المنقولات، وتقول له انا مش ممانع يا ريس، هي اللي رافضة تاخد منقولاتها. في الحالة دي القاضي بيديها اجل لعرض المنقولات، ولو ما استلمتش المنقولات بتاعتها القاضي بيعرف ان هي متعنتة وهدفها ان هي تحبس الزوج، وعشان كده بيديها براءة، بيديله براءة. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.